الزلف الهوان العسلة منوان، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في هذا الفيديو راني رايحه نشارك معاكم وصفه العجينه المورقه بادق التفاصيل تاعها باش كامل تنجحوا فيها. ومن بعد راني رايحه نحضر بهاد العجينه المورقه هذه اللي وجدتها، راني رايحه نحضر بها وصفه ليكوكا باش تشوفوا مدى مصداقيه هذه الوصفه ومدى النجاح تاعها. هنايا كما راكم تشوفوا عندي كيلو تاع فرينه غربلتها مليح، زدت عليها 2 مغارف صغار تاع الملح، مغرف كبيره تاع السكر. هنا عندي خل ابيض، زدت عليها 3 مغارف تاع هاد الخل هدايا. كما تاني تقدروا تستعملوا الخل الاحمر الا ما توفرش عندكم هاد الخل الابيض هدايا هكذايا. ومن بعد دوك نواسي نزيد عليها الزيت، هنا عندي نص كاس. ووسيت لكم تاني بالمغرف، قست لكم هكذا بالمغرف باش تعرفوا شحال يجيكم سوا هاد الزيت هدايا. انا خرج لي 11 مغرف تاع الزيت، والاخرى هذه ماشي معمره بزاف. ومن بعد نخلطوا كامل هادو المقادير هادوما. بصح هنا لازم نخلط مليح هذيك الفرينه مع هذيك الزيت، باسكو راهي رايحه تولي لكم حبيبات هكذاك، لازم تبسوها مليح هذيك الفرينه هذيك على هذا الشكل. كما قلت لكم الزيت ما يهمش الا خرجت لكم 11 مغرفه ولا 12 ولا 10، ولا المهم نص كاس هكذاك بالتقريب. هنا دوك نبدا نزيد في الماء. انا هنا درت 2 كيسان معمرين. من الافضل يعني الا درتوا الماء يكون بارد تحطوه في الفريجيدير حتى يبرد مليح مليح باش تستعملوه. هادو 2 كيسان حطيتهم ضربه واحده، ومن بعد نبدا نعجن كامل هاد العجين تاعي غير بالعقل. ومن بعد الكاس الثالث وجدته راني غير ندير منه غير بشويه برك باش ما يغلبليش الماء هذاك. والعجينه تاعي نسحقها تكون شويه شاده روحها ماشي متلوقه ومعمره بالماء هكذايا. كي نوجد كامل العجين تاعي مانيش رايحه نعجنو، نطمو برك هكذاك نسقمو كامل هكاك. ومن بعد نحطو في فيلم اليمونتير نخليه يرتاح قيس 10 دقائق هكذاك. هنايا خلاص كي يرتاح لي كامل هذيك العجينه هذيك، عاودت وليت ليها باش ندير لي تور تاعها ولا لو فيطاج هذاك تاعها. هنا رشيت لو بلان دو طرافاي تاعي بالفرينه، ومن بعد بديت نبسط في هذاك العجين تاعي هكذايا غير بالعقل على شكل مستطيل هكذايا على هذا الشكل. سيو بس باش تبسطوه مليح مليح باش تمشوا كامل هذيك المارغرين هذيك. كما راكم تشوفوا عندي مارغرين التوريق ولا لا مارغرين دو فيتاج. كما راكم تشوفوا انا استعملت كيلو فرينه تقابلها 500 غرام تاع عجين تاع مارغرين التوريق. حكمت هاد لاغاب هاديه، بديت نرابي كامل هذيك لا مارغرين هكذا من الفوق، رايحين تتحصلوا على هذا الشكل. وبعد بديت نلوي هذيك العجينه هكذاك من هاد لو كوتي هدايا، راني رايحه نروليه على شكل رولي يكون هكذايا على هاد الشكل. نسيي نزير هكذاك على هذيك لا مارغرين حتى نلحق حتى لافان تاع هاد المستطيل هدايا. يعني الصوره راهي تعبر على الطريقه. ومن بعد كي نلحقوا كما قلت لكم لافان تاع هاد المستطيل هدايا، نبدا نغلق مليح على هاد الشكل هكذاك باش ما يخرج ليش هذاك المارغرين هذاك. هنا راني اشاك فوا نحط الفرينه على هذاك لو بلون دو طرافاي باش ما تلصقليش العجينه في لو بلون تاعي. ومن بعد هنا راني بديت نبسطو هكذايا بهاد لو غولو على هاد الشكل، تما الشكل تاعو هكذاك مستطيل. وانا راني نسيي نجوز له هاد الحلال باش تولي العجينه تاعي رقيقه، ونبدا ندير لها فليتور تاعها هكذا. راني رايحه نتحصل على هاد الشكل، وما نغفلش على الفرينه كما قلت لكم باش ما تلصق لكمش العجينه تاعكم هكذايا. كي نكمل راني رايحه نجيب الطرف هذاك الاولاني، راني رايحه نطويه على الدوزيام هذاك. لو بوت هنايا باش نلحق للوسط تاع هذا المستطيل هدايا. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا حكمت هذاك الطرف هذاك ليكستريميتي كامل طويتها، ومن بعد عاودت طويتها اون اوتر فوا. ولو بوت هنايا البنات باش ميم ويلا ما لحقتش لا مارغارين تاعكم لهذوك الاطراف كامل، كي تجيبوها هكذا كي تطووها للوسط راهي رايحه تندمج كامل هذيك لا مارغارين مع كامل العجين المورق.
وبيان سور كي نجو نطيبوا هذا العجين المورق هذا تاعنا راهو رايح يجينا كامل كيف كيف، ماشي جهه رايحه تطلع وجهه واحده اخرى ما تطلعش. انا دوك نعاود نحل كامل للمره الثانيه هذا العجين تاعي على شكل مستطيل كيما درت الخطره الاولى. بصح هنا نسيي لو ماكسيموم نمشي كامل هذيك المارغرين اللي راهي داخل على هذا الشكل. بصح ندير بطريقه كيما راكم تشوفوا، نسيي نعبز هكذا غير بالعقل بالغولو تاعي، ومن بعد نعاود نمشي العجين المورق تاعي. هنا راني سييت تاني باش نخرج هنايا الوسط تاع هاد المستطيل هدايا. هنا باغ كونطخ درت دوبل تور سامبل كيما راكم تشوفوا، ما درتش كيما درت لا بروميير فوا، لصقتهم هكذا في زوج في الوسط وعاود طويت اون اوتر فوا على هاد الشكل. هنا العجينه المورق تاعي راهي واجده كيما راكم تشوفوا. هنا راني قسمتها على زوج. هنا دوك نوري لكم الطبقات ولا الفيتاج اللي خرجتهم في هذا العجين المورق، راهم يبانوا لكم نورمالمون الطبقات ولا لي تور هذوك تاع الفيتاج هكذايا على هذا الشكل. كيما راكم تشوفوا انا درت زوج دوبل تور وخلاص العجين المورق تاعنا راهو واجد. هنا راني رايحه نوزن لكم كيما راكم تشوفوا كيلو فرينه تخرج لكم 2 كيلو و100 تاع العجين المورق. النص الاولاني فيه كيلو والدوزيام فيه كيلو واحد اخر، كيلو وزياده يعني. رايحين تحصلوا على هذا الشكل. بيان سور اللي حبت دير مشاريع ولا راهي رايحه تحتفظ بها في الفريجيدير، راهي رايحه تحطها في فيلم اليمونتير، لازم تغلفها مليح، ما لازمش يدخل لها الهواء، وتحطها في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور. راهي رايحه تشد لكم حتى 3 موا وما يصرى لها والو. عن تجربه راني نهضر معاكم. الا رايحين تستعملوها هذوك اليامات ما راكمش رايحين تطولوا عليها، تقدروا تحطوها في الفريجيدير من تحت، ما راح يصرى لها والو. ولا شفتوا باللي رايحين زعما دوكا تبريباريوها دركا رمضان ان شاء الله، حطوها في المجمد تاعكم، ومن بعد كي تجوا رايحين طيبوا بها باغ اكزومبل صباح كي تنوضوا صباح نحوها حطوها لتحت في الفريجيدير، تصيبوها دي كونجلات وتخدموا بها عادي. راهي رايحه تنجح معاكم بزاف. هنا كما راكم تشوفوا راني حكمت هذاك الكيلو هذاك ولا النص تاع هذيك العجين المورق هذاك، عاودت قسمته على زوج، صافي خرجت لي رطل. حكمت واحد حليته كامل على هذا الشكل. حكمت لو بلاطو تاعي قستها ابوبري على هذاك العجين هذاك، ومن بعد حطيتها كطبقه اولى بيان سور هكذايا. ومن بعد هذاك الزايد كامل نحيته وزدته في هذاك الفراغ هذاك اللي عندي في السنيوه هكذا على هذا الشكل. انا راني رايحه نكمل نوجد كامل هاد الطبقه الاولانيه هذيك. كي كملت كامل حكمت فروماج بلون، طليت كامل بهذا العجين هدايا باش تجيني الكوكه تاعي بنينه في لوكو. نتوما ديروا اي فروماج عندكم، تقدروا تستعملوا الفروماج المثلثات، النتيجه راهي رايحه تكون كيف كيف. ومن بعد كي كملت انا كنت وجدت ديجا تكتوكه تاعي، حكمت بصل قطعته زدت عليه شويه طرشي وطوماطيش قطعتها وخليتها طيب، شويه ملح وشويه فلفل كحل، زدت لها لا طوماط كونسونطري وخليتها حتى طابت. بيان سور تكتوكه راكم على بالكم كيفاش طيبوها. والحشو يعني تقدروا ديروا حشو واحد اخر، تقدروا تحشوها باي حاجه تحبوها، ماشي اوبليجي تكتوكه. ومن بعد هنايا راني نزيد نحل في هذاك في هذيك الطبقه هذيك اللي تجي من الفوق. هنا راني نقيس شحال تجيني ابوبري هذيك العجينه هذيك باش ما تقعدش يعني جهه ماشي مغطيه بالعجين. هنا قبل ما نزيد هذيك الطبقه الفوقانيه درت شويه فروماج غابي هكذا من الفوق، بيان سور اختياري. ومن بعد هنا نجي نغطي لاكوكا تاعي هكذا من الفوق. انا دوك نسيي نلصقها ولا نجيبها لهداك الطرف هذاك التحتاني ونسيي نلصقهم باش كي تجي تتفيتا ولا تطلع معانا هاد العجينه هذيك لافارس ولا هذيك تكتوكه ماهيش رايحه تخرج لنا كامل من هادوك لي كوتي هادوك. هكا نسيي كيفاش نواسيلها كامل هادوما الاطراف هادوما.
من جهه واحده اخرى وجدت صفار حبه بيض، زدت عليها قطره تاع زيت وقطره تاني تاع خل، خل ابيض هكذاك. ومن بعد نواسيها ندهنها كامل هكذا من الفوق على هذا الشكل. هاد الصفار البيض تقدروا تاني ديروا له شويه حليب ولا شويه قهوه، ولا كل واحد يحط على حسب لوغو تاعو. انا درت هذا التزيين هدايا بلا فورشات برك، باش كي تجي طايبه هاد لاكوكا هذيك تجينا يجونا هذوك الخطوط هذوك من الفوق باينين وهذا مكان. ومن بعد انايا قطعت هكذا بالموس غير من الفوق، ما لازمش تلحقوا الموس تاعكم للتحت، قطعوا برك الطبقه الفوقانيه على هذا الشكل. ومن بعد انايا حطيت هذا الزيتون هذا الكحل من الفوق، وكما تحبوا نتوما التزيين يقعد اختياري. انا الفوق تاعي راهو شاعل لو ماكسيموم. كي نكمل كامل هاد لاكوكا تاعي نحطها طيب على فرن يكون كما قلت لكم درجه الحراره تاعها تكون عاليه بزاف بزاف. كي نشوفها طلعت وبدات تفيته كامل هاد لاكوكا تاعنا، بدات تحمر من الاطراف، نزيد نقص لها على 220 درجه. اللي عندها لو فوق تاعها فونتيلي تخلي لاكوكا تاعها هكاك طيب من التحت ومن الفوق او ميم طون. سينو كي تشوفوا هذوك لي كوتي بداو يحمروا شعلوا لها من الفوق باش تحمر لكم من الفوق. هذه هي لاكوكا تاعنا، وهذه هي نتيجه العجينه المورقه تاعنا. جيسبر تكون هذه الوصفه عجبتكم وتسيوها وتنجح معاكم في هذا شهر رمضان ان شاء الله. نخليكم الى وصفات واحد اخرين ان شاء الله. سلام سلام.